اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا مساء الفل والهنا والورد والياسمين على أحلى عيون ناس في الدنيا دي كلها. نهاركم أبيض وفي كتكوت. ويلا نبدأ معانا فيديو قوي جدا جدا جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واهم حاجة تحط اللايك، عشان اللايك هو اللي بيفرق معايا في الفيديو، هو اللي بيدعم لي الفيديو، هو اللي بيخلي مشاهدات كتير تيجي للفيديو. ماشي على السلة انت وهي. ويلا نبدأ. المعركة اللي عدت دي كانت حاجة كده، يعني كنت بوريكم يعني ايه اليوم بتاعنا هيبقى ماشي ازاي. دي احنا كنا تاني يوم السوق بتاعنا بصراحة. غسلت الخضار وما لمتوش بالليل بصراحة، غطيته وسبته ودخلت نمت. لما جيت من السوق نظفت الخضار بتاعنا، وكان ورايا مشوار خرجت عملته، وجيت عملت الاكل وخلاص. على كده ما عملتش حاجة تانية بصراحة في اليوم ده، لان كان المشوار اللي انا فيه اتأخرت فيه فما عملتش في حاجة. هنا بقى قمت مشيت ابن المدرسة واشتغلت شوية، والمية سابتني وقطعت، فقعدت ريحت شوية. بس دي ساعة ما ابني مشي على طول راح المدرسة. قلت اما الم الخضار بقى عشان ما يبوش مني برضك، مهما يكون الجو لسه مش برد قوي، فممكن الطماطم تطرى، ممكن الخيار. والله ولقيت هنا مش عارفة انتوا شفتوها ولا لأ، في طماطمتين كده لقيتهم طريين، حشتهم في جنب. قلت ايه ممكن اطبخ طبيخ حاجة اقوم رايحة ايه عاملة. وهنا بقى الاستفندو والبرتقال برضك. الزبيتة دي جميلة، الزبيتة ديت عشان لو حد هيسألنا عليها او حاجة، دول بتوع الفريزر بتاعي اللي هو في الصالة. شايفين برتقانة لقيتها بايظة منه عشان سبته بس يوم بره انا ما بحطوش في التلاجة على فكرة. استفندوا البرتقان ما بحطوش في التلاجة، بس لقيت برتقانة بايظة. هنا بقى جبت الرش ده ومسكت بصراحة الفرن والبوتاجاز فرن البوتاجاز. بس للأسف حصل حاجة زعلتني في الآخر، بس الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. هتشوفوها معايا في الآخر الفيديو بإذن الله، بس ما تجرش الفيديو عشان تعرفي هو ايه اللي حصل. عملت هنا رشيت الرش ده شوية وسبته اهو، واضطريت ان انا يعني ارش واسيبه ارش واسيبه اهو. هنا بقى مسكته دعكته دعكة حلوة، دي سلكة خشنة بس ترشيه وتدعكيه على طول. والله انا ما فاكرة اسمه ايه، بس هو بصراحة كان حلو. يعني اللي فيه مش بيحرق في الايدين قوي، يعني المنظف ده ما بيحرقش في الايدين قوي، وما بيعملش ما بيحرقش في الايد، وما بيعملش البتاع، يعني مش بياكل في الايدين. في منظف كده تلاقيه بياكل في الايدين بيحرق في الايدين، لا ده مش كده بصراحة. ده حلو. هو اللي كان بس وجعني لاني كان صبعي اصلا في تعويرة، وهي جه عليها بس المنظف، لكن هي للأمانة هو ما بيوجعش خالص. هنا بقى شايف المنظر الشفاط، منظر كده كان بصراحة بقى لي فترة طويلة جدا ما عملتوش اصلا معاكم ولا مره في القناه. أنا اول مره اعمله معاكم في القناه، بس انا كنت ممكن انزله اعمله، بس انا الفتره ديت يعني اللي عارفني بقى منه كنت تعبت وكده، وحصل شويه ظروف عندي فما نضفتوش بصراحه. فمش معقوله يعني حد هيجي يعمل لي واقول له ايه نزل الشفاط اغسله. فكان بصراحه اللي يعمل، فما كنتش بدق ان انا ايه اغسله او حاجه. وطبعا فترة نقاهة بعد تعب كبير ودوت، فكبرت دماغي بقى فسبته لما وصل للمرحلة دي. بس بصراحة المرحلة دي كانت مزعلاني جدا، كانت محسساني ان انا واحدة يعني اقول ايه اجي في مخالق ربنا، مش هتصدقوني. كنت زعلانة جدا، كنت مش مئز، او كل ما ادخل المطبخ واجي ادوره الاقي المنظر ده، فكان تعب لي اعصابي بصراحة. فالنهاردة بصراحة قلت لا بقى، انا كان بصراحه عندي اكل بايت ما طبختش، فقلت لا انا هدخل على البوتاجاز والشفاط والحيطه اللي ورا البوتاجاز اخليهم فله كده. بصراحه خليت الثلاث حاجات دولت مرايه، الحيطه اللي ورا البوتاجاز والحيطه بتاعه الرخامه اللي هي بتاعه الحوض
بس بصراحة لا شلت تلاجة ولا شديت غسالة ولا عملت حاجة. انا دول نضفتهم، بس بصراحة انا كمان نضفتهم تنظيف عميق، ونضفت فوق ظهر المطبخ كله. فيعني ايه، غبت شوية. مسكت بقى ده بالسلكة الخشنة، انت ترشيه كده وبالسلكة الخشنة وتعمل، ما تخافيش والله ما حصل لإيديا حاجة. هي بس هوريكم حاجة في آخر الفيديو كده، بس هي دي كانت تعويرة في إيدي فوجعتني، بس حرق في صوابعي حاجة بسيطة في التعويرة، مش في إيدي كلها، هي بس في التعويرة اللي في صبعي. لكن إن هو حرق في إيدي كده، أنا كده رشيت ودعكت كده. أنا رشيته كده ودعكت كده، ما عملتش حاجة، لا نزلت على مية ولا حاجة، يعني زي ما تقولي كده أنا غسلاه على الناشف. فاهمين قصدي؟ بحيث ان هو لو في اي حاجة تبقى واضحة معايا، مش بحيث ان هي مثلا تجلد من المية او حاجة. رشيه ودعكيه على الناشف. هتيجي بقى تدعكي بمية بصابون، مثلا بمية دافية او بشوية بريل او حاجة، هينضف معاكي على طول. لكن ما تحطيش الحاجات ديت تحت المية وتقولي ارش عليها، هتتعب يعني، هتغلبك شوية. الحتة اللي هتفضل فعلا انا عملتها، بس كانت في حتت صغيرة في بقى، يعني اللي ما جاتش معايا أول ما بانتش عملتها تاني، بس ما غابتش بقى معايا قوي، لأن أنا يعتبر منضفة كله. وسبته كده شوية وقلت أما أروح أغسل المواعين أهو. هنا بقى مسكت المواعين بتاعتي دي كلها، بس بصراحة هتيجي اللقطة دلوقتي، الكهرباء قطعت. احنا عندنا الكهرباء بتقطع من 2 ل3:30 أو 4:45 كده يعني، انت وحظك، انت وبختك. فقلت بصراحة اما اقف قبل ما يعني قبل ما الكهرباء تقطع، اهي ادي الكهرباء قطعت. هنا بقى كانت جت بصراحة، وانا كنت نظفت حتى هنا انا ركبت الشفاطة اهو كمان، كان الشفاط نضف. وهنا كان في ورقة لازقة على على الحتة ديت بتاعة المطبخ ديت، لان هي دي اللي بتبقى جنب البوتاجاز. فانا دايما بلزق عليها زي ورقة كده، بحيث ان هي يعني ايه اشيلها وارميها واحط ورقة تانية. بس للأسف انا شلتها ومعرفش ان ما عنديش ورق. انا قلت انا عندي ورق فهلزقها على طول، للاسف ما لقيتش. اسفه طبعا. فان شاء الله هروح اجيب لها يعني ورق. محدش له دعوه بالعبايه اللي انا لابساها، هي بقت كلها ميه اصلا، لان انا مسكت الحيطه دي كلها والكهرباء قطع. عملت شويه شغل حلوين والميه كانت شغاله شديده، فاشتغلت بقى حبه، حتى من فوق هنا اشتلت كل حاجه على المطبخ، كنت سايبه حاجه عليه خالص، بفرش عليه بس مشمع او ورقه كده وخلاص، ما كنتش هسيب عليه حاجه تانية خالص، لانها لما لي زيوت ولما لي قرف، وانا قرفانه منها اصلا. هنا بقى عشان يعني اكمله دعك كويس، يعني بلدت بس السلكه اللي في ايدي بريل، يعني بحيث ان هي ترغي معايا، ايه لو في حاجه لازقه في حاجه كده اهي، مع الرغوه السلكه يعني تشيلها معايا على طول. فاهمين قصدي؟ ما ننساش دعوة حلوة بقى من قلوبنا كده لإخواتنا الفلسطينيين، ربنا ينصرهم يا رب نصرا جميلا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء. قول اللهم آمين يا رب، اللهم آمين يا رب. ربنا ينصرهم نصرا جميلا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء يا الله. ما ننساش دعوة مننا حلوة. شايفين بقى شكله؟ انتوا شايفين شكله قبل كده، شايفين شكله في الأول وأنا لسه ببخ. هنا برضك شايفين، انا كده لسه هعمله تاني، بس هحط بقى عليه صابون وادعكه دعكه برضك بنت لذينه كده، دعكه حلو. شايفين دي بقى همسكها بقى ورده بتاع ريشه ريشه كده، او ورده. شوفوا انتوا بتقولوا عندكم ليها اسمها ايه اهي. امسكها بقى واخليها في اللي هي في الدايره اللي في النص دي ورقه فما بتطلعش، فانا بنضف حواليها ودي بتفضل زي ما هي بصراحه، ما بتطلعش خالص. فاهمين قصدي؟ اهي. فبمسكها بقى ادعكها كده كويس جدا اهو. يا سلام لو انك تخلصي شغلك بوقت الفيديو كده، كان يبقى اليوم ايه جميل. لكن الفيديو ده بيوصل مثلا 5 6 دقايق 10 دقايق، انت ممكن تبقي شغالة فيه ساعات. انا المطبخ ده خد مني طول النهار، ورغم ان انا ما نضفتش ضلف وما عملتش، ما فضيتش مواعين لسه، ان شاء الله دي جاية يعني قبل الشتاء بإذن الله. بمسكه افضيه كله وارشه من قلبه وانضفه.
هو الحمد لله نضيف، الحمد لله يا رب. بس برضك بيجي كل دخلة شتا كده واقوم رايحة عاملة العملة ديت، امسكها افضل الحاجات اللي فيه كلها و... وارصه رصة، هي نفس الرصة ونفس الحاجة اللي فيه برضه، بس بمسكه بقى انضفه كويس. لو في حاجة مثلا بقى حطيتي حاجة ونسيتيها كده كده، بتقومي ماسكة بقى الايه، المطبخ كله منضفاه، بيبقى النظافة حلوة اهي. همسك بقى ده كمان انضفه اهو، شايفين بقى. قلت بقى هنا اما ارجع له بقى بشوية صابون يرغوا كده يحسسوني ان هو نضف كده والنظافة ما شاء الله. مش هنا على فكرة انا كنت شغالة الحتة ديت والكهرباء قطعة، لو تلاحظوا ان الاضاءة هنا ضعيفة شوية. هنا الكهرباء كانت لسه قطعة، المفروض الكهرباء هنا ما كانش لسه جات. انا كنت شغالة الحتة اللي هي بتاعة البوتاجاز، والحتة دي الكهرباء كانت قطعة، بس انا مشغلة نور كشافين 2 اهي. انتوا لو تلاحظوا ورا الحتة ضلمة اهي، لسه الكهرباء هنا ما جاتش. انا هنا شغالة على نور كشافين 2 للتليفونات. هنا نور الفلاشة بتاع التليفون اللي انا بصور بيه، وتليفون كده فاتحة الكشاف بتاعه. قلت عشان ايه انجز واخلص، لاني لو قعدت مثلا ان انا هسيب الحاجة اما الكهرباء تيجي فمش هخلص، والحاجة بتاخد مني وقت، وانا طبعا عايزة انجز عشان طبعا لسه هسخن الغدا ولسه هطبخ رز ولسه موال. فقلت ايه انجز بسرعة عشان ايه اخلص اللي وراي. بصراحة الحروف دي ما نطفتش عن كده بالامانة، مش هكذب يعني واقول نطفت. رشيت عليها كتير من يعني بصراحة ايدي وجعتني. دي اخرة انك تسيبي الحاجة تتبهدل منك. بصراحة كان الفرن متبهدل بامان. الوسطانية نطفت، بس الحروف دي بأمانة حتى حاولت اهو ارش عليها تاني ان الحروف تنضف معايا، فايدي مش قادرة ان هي تجيبها. خايفة ان انا اعمل بالعرض، اوقف الازاز كده واعمل عليه ايدي تتعور. فقلت لا، عشان لا قدر الله ايدي تتعور ولا حاجة. فقمت رايحة ايه سايباه كده. فقلت اما اسيبه كده احسن واضمن، بدل ما ايدي تتعور يعني ولا حاجة بعد الشر، يبقى كده مش هكمل اللي انا بعمله وهقعد بقى تبقى مشكلة. فقلت مش مشكلة، الحروف دي كده كده اصلا بتبقى متدارية، ومرة في مرة ايه تطلع. هنا كنتوا شايفين، هنا انا بنزل الصابون كده عشان اشوف هل لسه فيها بتاع. ايمان بنتي قالت يا ماما قربي نبين الاسم. قلت لها اعملي، شطفتها كده وحطيتها، والله ما خدت بالي لو انا بعملها دلوقتي. هي جابت يعني الشاشة قوي على اسم الازاز اهو. بس هو بصراحة تنظيفه كويس يعني، بنضف حلو بأمان اهو. للأمانة تنظيفه حلو. قعدت احاول برضو ان انا ادعك على قد ما اقدر، دعكت. بس هدومي بقت بهدلت ما بصراحة. بس اعملي العملة ديت قبل الشتاء وقبل البرد، لان ما ينفعش تعملي عملة زي كده في البرد، تاخدي دور برد في السليم يا قبل انت وهي. هنا بقى بصراحة كنت مسحت الرخامات، كانت كده الكهرباء جايه، وعملت شوية شغل. بس هنا بقى للأسف شايفين، لو الكاميرا رفعت شوية فرن البوتاجاز واقع اتكسر اهو. قلت الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. بس الفرن وقع، الباب الفرن بتاعي وقع. مش عارفة بقى هل هيتصلح، هل هيحصل ايه، مش عارفة بأمانة مش عارفة. بس النفر زعل، بس قلت الحمد لله، الحمد لله ان هي جت على قد كده. باب البوتاجاز وقع. في باين صمولة ولا ايه اللي وقع. انا لقيته حتى هو مميل كده اهو، باين معاكم خالص هنا في التصوير اهو. وقع اتكسر. بس قلت الحمد لله، الحمد لله يا رب ان هو ايه جت على قد كده. نحمد ربنا على اي حاجة ربنا يبعتها لنا، طالما ما جاتش في ولادنا، ما جاتش فينا، ما جاتش مثلا في جوزي، في ده الحمد لله الحمد لله. بزعلش على حاجات من دي الحمد لله، فعادي ما بتفرقش معايا يعني. نحمد ربنا بس ان هي تيجي بس في الحاجات اللي زي كده وخلاص، ما نقول الحمد لله. هنا بقى بدأت أرش مية، لأن بصراحة كانت العباية
كلها، فما كنتش قادرة ارفع الكاميرا عن كده لاني كانت هدومي بقت كلها مية زي ما انتوا شايفين كده. فقلت لا كفاية يعني ايه ما ارفعش الكاميرا عن كده عشان طبعا ما ينفعش المنظر. فقلت لهم لا كفاية. من ورا كده تحس ان هي ناشفة شوية، من قدام بقى كلها، من قدام بقى كلها. فما كانش طبعا ينفع ارفع الكاميرا عن كده حاجة بسيطة حتى. هو ده كان اخري. هي شايفين بقى هنا اهو. طبعا خلصت ده ودخلت خدت دش في ثانية. بس ايه رأيكم بقى في الفيديو ده؟ فيديو قوي بصراحة. قعدت اشتغل من هنقول من 1 لما الساعة 5 اه. دي المواعين سبتها الصفة زي ما هي عشان شلت الحاجات الورقة دي معرفتش اشيلها. انا دعكت هنا على قد ما اقدر بصراحة ما نطفتش. وانا شلت الرخامة بقى كلها ونضفت الحتة. وشايفين فرن البوتاجاز هنا بقى كنت طلعت الاكل عشان نسخن عشان نتغدى. بصراحة أنا مسحت برضو المطبخ بس بصراحة اتزرجنت جدا لما الباب اتقطم، لان هي دي مقطومة. دي مش طالعة كده البتاعة اللي هي المفصلة بتاعته دي، لا دي المفصلة دي مقطوم. هنا بقى بقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وحطوا اللايك وكده. مع السلامة. بس هنا بقى لسه هقول لكم ايه. شايفين ايديا بشت من المية. بقول لكم شايفين المنظر هنا اهي. هي دي اللي انا بقول لكم عليها في اول الفيديو. هي دي كانت متعورة، فلما مع كده وجعتني.